انا عن نفسي انا اكتر واحد فرحان في الدنيا. انا كان كل همي، انا راجل شغال في قهوه، الجماهير اللي كانت قاعده دي كلها، البشاكه دي كلها، اهم حاجه عندي فرحتهم والفلوس. انا لميت فلوس بس في جيبي بطعم الفرح، تقول اهلي 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 أوه أوه أوه. والف مبروك لكل اهلاوي واي لعيب في نادي الاهلي، انا بحييه من قلبي على رجولته في الملعب. سلام عليك يا وليد حبيبي يا كل. فرحان يا نجم؟ طبعا فرحان عشان الفرحه جت من بعيد قوي، من بعيد، والفرحه الاكبر اللي هي ايه، راحت ورجعت تاني، هي دي بس الفرحه ما بعدها فرحه. واثق في اللعيبه ان هي هتجيب جول؟ واثق طبعا في اللعيبه، والله العظيم كنت واثق، وقايل لكل الناس، وقايل لك انت شخصيا، قايل لك الاهلي هيجيب جون هناك. وبحيي اي زملكاوي النهارده كان بيشجع النادي الاهلي من قلبه بس، حاجه تاني لا. الحمد لله على الفوز بتاع النهارده، مبسوط وبشكر كل اللعيبه والاداره وكل الناس. الحمد لله عملنا ماتش بطولة. عندي 18 سنه. خدت كام افريقيا؟ انا من 2005 بشجع الاهلي، من ساعه قول لي سياده المستشار ايه؟ والله الحمد لله على الفوز، الواحد ما كانش عارف يعمل ايه، كان قاعد على اعصابه ومصعب، والحمد لله اللعيبه كانت رجاله، والواحد والله من البص قاعد على التيشيرت وكان حاسس هو يعيط. الحمد لله والشكر لله اللي احنا كسبنا اصلا. ولا بنحارب ابطال الدوري اهو. احنا كنا بنحارب الحكم يا كوتش، والاتحاد الافريقي كان في ظلم علني، والحمد لله جمهور الاهلي ساند النادي الاهلي، والحمد لله على ال11. انا عايز اقول لمحمد عبد المنعم انت ارجل لاعب في افريقيا وفي الاهلي وفي مصر كلها. بص اقول لك على حاجه، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي غول افريقيا. وعايز اقول حاجه واحده بس، مع السلامه مع السلامه مع السلامه بملاك يا تسامه، مع السلامه. بص اقول لك على حاجه، الاهلي وحش افريقيا، لعيبه الاهلي رجاله اتاخروا علينا، المكسب اتاخر لاخر ربع ساعه، لكن كسبنا لان لعيبتنا رجاله. معاك عبد المنعم راجل، معلول غلب بس راجل، مفيش لاعب في الاهلي وصل للاخر خالص مش راجل، كهربا غلب بس راجل، كل اللعيبه رجاله. الف مبروك لكل لعيبه الاهلي اصلا والجمهور، بس رايح بس من التشجيع والله. واول واحد عايز اشكره عم فريسكا على واقف في ظهر كل اللعيبه اصلا، وفي ظهرنا كلنا الجمهور. فرحه النهارده عالميه، فرحه بجد، فرحه كبيره، وانا بقول لك ان بجد ما فيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي. بس النهارده صعبوه علينا بجد. يعني انا ما اعرفش كان ايه اللي حصل لهم، بس بصراحه ربنا التغييرات اللي حصلت، وكان برضو عندي احساس ان الاهلي عنده ايمان ان هو هيكسب بامر الله. الف مبروك. الف مبروك يا كابتن. سيبك من الغلو وسيبك من الهم، خلي الناس بايته فرحانه النهارده. انت مبسوط؟ الحمد لله. انت لابس تيشيرت الاهلي؟ انا مبسوط ان الناس دي فرحانه والله. يعني انت شايف لعيبه الاهلي النهارده ايه؟ لا 100 رجاله بتوع ربع ساعه الاخير بصراحه. كهربا بقول لك بتوع ربع ساعه الاخير، طول عمره الاهلي بيخلصها كده يعني بربع. اهلي 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 اهلي